ليك تقول اي باد وورد، اي حاجه وحشه قوي وانت في التويليت، بس مش هخليك تتعاقب. تحدي الباد وورز بيقلب الدنيا على السوشيال ميديا، يا ترى ايه هو وايه قصته؟ في الساعات اللي فاتت انتشر من بين التيك توكرز المصريين تحدي جديد على التيك توك، وهو الباد ووردز، بمعنى انك تجيب ابنك وتقول له انه يقول اي حاجه وكل حاجه مهما كانت، حتى لو الفاظ خارجه، ومش هيتعاقب عليها. وده بهدف ان الطفل يطلع الطاقه السلبيه وما يكونش فيه حاجه مضايقاه، وانه يعبر عن اي حاجه غاضب منها بطريقته البريئه. قول اي باد وورد عايز تقولها ومش هتتعاقب عليها. فعلا التحدي انتشر وتصدر الترند في مصر بعد ما كان من حوالي اسابيع متصدر الترند في امريكا واوروبا. One time and you won't get in trouble. Say one bad word one time. بس الصدمه انك تلاقي طفل عمره ما بين ال3 أو ال5 سنين وبيقول فعلا الفاظ خارجه جدا، وكتير حب انه يستخدم الترند ده بطريقه غلط. فبمجرد ما تعرف التحدي ده وعينك ما تشوف الا النور، فيديوهات كتير من امهات بدون تفكير، وكله عشان خاطر الترند. اي شتيمه مش هنعاقبك عليها. وفي النهايه قول لنا انت مع الترند ده ولا ضده بسبب الالفاظ؟